احنا دلوقتي هنتكلم عن الداون تاون. الداون تاون فيها من 70 ل 80% من معالم العاصمة الإدارية، هي موجودة في المنطقة دي. من فوق الحي المالي والحي الحكومي، قصر الرئاسة، مطار العاصمة الإدارية، ومن جهة الجنوب النهر الأخضر وسيليا طلعت مصطفى. الجزء ده هو الداون تاون قدام فندق الماسة مباشرة. حاليا دلوقتي أنا هشرح على الخريطة specifically الداون تاون. ده الشكل بتاع الداون تاون. الداون تاون هي أنشأت سنة 2020 تم إنشائها، وهي عبارة عن 1364 فدان متقسمة جوه شركات ومولات وأحياء. باختصار شديد جدا، أنا عارف إن بيحصل لخبطة كتير في المذاكرة في الداون تاون. إحنا هنعمل للشركات دلوقتي قصة كده بسيطة بشكل يعني سهل جدا نقدر نحفظها. دي شركات التأمين، دي شركات الأدوية، دي الداتا سنتر وشركات الكمبيوتر، ده البترول، حي الذهب سوق الذهب، والحي التراث والموضة، والحي الإداري. ليها قصة. احنا دلوقتي عندنا موظفين أمنا عليهم عشان يقدروا يشتروا أدوية، فحطينا بياناتهم. اشتغلوا في شركات البترول، كسبوا ذهب، ومن ساعتها بقى بيروحوا حي الموضة وحي التراث، لوحات والحاجات دي، واستثمروا في الحي الإداري. تاني، كان عندنا موظفين أمنا عليهم عشان يشتري أدوية بشكل مخفض، تأمين طبي، حطينا الداتا بتاعتهم، شغلناهم في شركات البترول، كسبوا ذهب. من بعدها ابتدوا يبقى عندهم أكثر ثقافة، راحوا الحي التراث والحي الموضة، ولما بيجي يستثمروا بيستثمروا في الحي الإداري. دي القصة بتاعت الشركات. أما بخصوص الداون تاون متقسمة جوه إزاي، من أبراج لحد حتى أصغر مول موجود، دي تقسيمة كويسة جدا. اللوكيشنز مش واحدة، في نسب تميز مختلفة. أي حاجة على الطرف اللي هو الأحمر ده مع الأبراج السياحية، ده excellent location، ده أفضل لوكيشنز موجودة داخل الداون تاون. احنا عندنا الجزء ده اسمه حي التنزه والتسوق قدام فندق الماسة، أرضي و5 أدوار كلهم تجاري، من الأرض للخامس تجاري. فدي مولات تخصصية، تخصص تجاري، shopping area. الجزء ده الأبراج السياحية. الأبراج السياحية هي كونسبت جديد في مصر، فبالتالي عليها طلب عالي جدا جدا، وفي نفس الوقت السعر بتاعها عالي، بس كلوكيشن وكتشغيل وكلاند مارك هما من أفضل اللوكيشنز أو من أفضل الاستثمارات اللي ممكن تقدر تستفيد بيها داخل الداون تاون. طيب، جوه الداون تاون في محاور رئيسية. احنا عندنا المحور ده من عند فندق الماسة، ده المحور المركزي لحد سوق الذهب، ده محور مركزي عرضه 90 متر. فوقيه على طول ده من جهة الجنوب، فوقيه من جهة الشمال محور الداتا سنتر، ومن جهة الغرب عندي المحور الغربي نسبة لجهة الغرب، ومحور الشرق اللي هو من عند سوق الدهب برضو نفس الحكاية، محور الشرق. يبقى احنا عندنا المركزي، الداتا سنتر، محور الغربي، ومحور الشرقي. الأربعة دولت very good locations. أي مول موجود في الأربعة دول فهو very good location، مول مميز قوي 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 داخل الداون تاون. اوكي، أي مول تاني في النص أو على الطرف أو فوق أو تحت أيا كان، ده جود لوكيشن. هو أصلا حلو بمجرد إن هو يبقى موجود داخل الداون تاون. ما بين سوق الذهب والحي التراث عندي مسجد مصر 116 فدان، 116 فدان في أعلى ساري على موجود هناك. واللي فوق، الجزء اللي فوق ده ساحة الشعب، ساحة الشعب. الموضوع بسيط جدا جدا، ولكن حطه في قصة هتلاقيه ماشي معاك. دلوقتي بقى هنوضح ايه هي عدد الادوار. الداون تاون كلها مش ادوار واحدة، المولات كلها ادوارها متفاوتة. يعني مثلا ده شريط الابراج السياحية، من ارضي 20 او من ارضي 25 لحد ارضي 50. اللون الاحمر ده ارضي 15، اللون الاصفر ده ارضي 13، اللون الاورنج ده هيبقى ارضي 10، ارضي 11. اللون ده
7 8 أرضي و7 أرضي و8، والأحمر ده أرضي و5. يبقى إيه؟ من لغاية 50 لغاية 15 لغاية 13 لغاية 10 و11 لغاية 7 و8 لغاية 5. يبقى هو جاي إيه؟ من أعلى إلى منخفض، من عالي لمنخفض.